لكل اللي عم يسمعونا وعم يتابعونا عبر التردد 103.5، أيضا للي عم يشاهدونا على صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي، مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون، وأضيفي بالاستوديو الدكتور هاني فرحان موسى، اختصاصي بالأمراض العصبية، حائز على جائزة البورد السوري بالأمراض العصبية، خريج جامعة حلب. اسمحوا لي رحب بضيفنا لحتى نبدأ لقائنا. مساء الخير دكتور. مساء النور أستاذ عماد، ويسعد مساء المتابعين. مستمعينا، إذا حابين تنضموا لنا تأغنوا لقائنا أو الحلقة بأسئلتكم واستفساراتكم، فيكم عبر أي كومنت عبر البث المباشر تكتبوا السؤال اللي بيخطر على بالكم بمجال الأمراض العصبية. أكيد رح نجاوب على أسئلتكم. بوجه تحية لزملائي بالكنترول والبث المباشر شيرين ومروان. رح نكون على مدى يعني نصف ساعة وأكثر بموضوعنا اللي اخترناه اليوم، اللي هو التصلب اللويحي. هو أيضا من الأمراض الشائعة بمجال العصبية. رح نحكي عنه، يا ترى شو هو، شو الأعراض اللي عم ترافق المريض المصاب، وكيف بيتعالج وكيف بيتشخص، والعديد من المحاور رح نناقشها. مثل ما ذكرنا، فيكم تتصلوا عبر الرقم الأرضي 429-101 أو عبر رسالة عبر الواتساب 093-82-80-81-4. بداية مرة تانية بنرحب بضيفنا وبنقول لكم إنه هلا أنتم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. دكتور، التصلب اللويحي هيك مؤخرا صار كذا حالة، مثلا عم نشوف حتى المشاهير عم ينصابوا فيها. سابقا ما كنا هيك على دراية بهالمرض هذا، أو ربما كانت النسبة قليلة، فصار من وراء السوشيال ميديا العالم هيك شوي صار يعني على دراية بهالمرض هذا. يا ترى كتعريف شو هو التصلب اللويحي؟ تمام أستاذ عماد. التصلب اللويحي أو المعروف أيضا باسم تصلب المتعدد، أو المعروف أيضا بالاختصار MS. نعم. هلا خلينا هيك دقيقتين نفصل شوي بالجهاز العصبي تشريحيا مشان المتابعين بس يفهموا شو هذا التصلب، شو آليته المناعي. هلا عندنا الجهاز، في عندنا جهازين، الجهاز العصبي المركزي وفي عندنا الجهاز العصبي المحيطي. نعم. التصلب اللويحي أو التصلب المتعدد بيصيب الجهاز العصبي المركزي حصرا. تماما. الجهاز العصبي المركزي طبعا هو بيشمل الدماغ والنخاع الشوكي. طبعا الجهاز العصبي عبارة عن خلايا عصبية. الخلايا العصبية بتتألف من يعني في، خلينا نقول، جسم الخلية، وفي عنا المحور اللي هي عبارة عن استطالات، مثل كأنه جسم الخلية العصبية هي المولدة، والمحور هي عبارة عن شريط الكهرباء اللي بتنقل الكهرباء من المولدة للكهرباء يعني عبر السلك إلى المنزل. هذا السلك المحور حواليه غمد النخاعين أو الميالين، طبعا مادة بيضاء اسمه غمد الميالين. المرض التصلب اللويحي بيصيب غمد الميالين، شو اللي عم يصير؟ غمد الميالين هذا فائدته انه بيسرع نقل السيالة العصبية من خلية لخلية. يعني مثلا نقول لك استاذ عماد ارفع ايدك، استاذ عماد يرفع ايده مباشرة، في كهرباء من الخلية العصبية عبر المحور شريط الكهرباء، وصحيحة يعني، وهالموجة نعم صحيحة وسليمة وبسرعة طبيعية، ما في علة مباشرة أو تأخر مثلا، ما في أي هاي بالحالة الطبيعية. هاي فائدة الغمد الميالين، طبعا نقل بيسرع نقل السيالة العصبية، جودة النقل يعني. تمام، خلينا نحكي أيوة العاميات يعني. نعم تمام، كهرباء. تمام. شو اللي بيصير بالتصلب اللويحي؟ اللي بيصير في التصلب اللويحي بصراحة سبب معروف ما في، بس الآلية في عنا جهاز مناعي. جهاز مناعي أساسا هو جهاز دفاع عن الجسم ضد الأجسام الغريبة، يعني مثلا فيروس أو جرثوم أو خلينا نقول فطر كما فطريات مثلا. لما بتجي على الجسم جهاز المناعي بيتفعل عبر آلية معقدة طبعا، وبيهاجم هذه الأجسام الغريبة الداخلة إلى الجسم. هون بالتصلب اللويحي ولأسباب غير معروفة إلى الآن، ما في سبب ليش عم يتفعل الجهاز المناعي وبيهاجم غمد الميالين، ما حدا بيعرف. المهم يصير تنشيط للجهاز المناعي بجسم الإنسان، وبيهاجم
غمد الميالين اللي حكينا عنه، هذا المادة البيضاء حول المحور. تماما. شو اللي عم يصير؟ بصير عندنا تندبات والتهابات، فاللي عم يصير عم تخرب الغمد الميالين. غمد الميالين شو النتيجة؟ تباطؤ بسرعة نقل الكهرباء، نقل السيالة العصبية. فلما نقول استاذ عماد ارفع ايدك، الميالين متخرب، ممكن رح يرفع لكن رح يرفع بضعف، رح يصير عنده مثلا ضعف بالطرف أو العلوي متقطع مثلا يعني. أو متقطع. تماما. فهاي آلية التصلب اللويحي. طبعا بيصيب فقط الجهاز العصبي المركزي، المحيطي، الأعصاب المحيطية ما بتنصاب التصلب اللويحي، فقط بيصيب غمد الميالين. ومع تقدم المرض بيصيب المحور. تمام. المحور هذا الأساسي، خلينا نشبهه بالسلك النحاسي اللي ضمن الشريط الأبيض. تمام. هذا تصلب لويحي، تصلب المتعدد. حلو كتير. آليته هاي هي انه بيحارب الغمد الميالين. تماما. طيب دكتور، هلا اذا احد المستمعين عم يسال انه ترى شو هي الاعراض اللي بتظهر على مريض اللي عم ينصاب بهالحاله، سواء بالبدايات، يعني يا ترى خلينا يعني سؤال ثاني اخر، يا ترى هل المرض هذا بيجي بشكل هجمه مفاجئه مباشر، ولا بشكل يعني تمثيله البياني بيطلع تدريجي يعني مثلا؟ تمام. هلا خلينا نميزه. التصلب اللويحي هو مرض مزمن. بيجي على الشكل الشائع منه، خلينا نقول الشكل السريري، السير المرضي السريري الشائع اللي حوالي 70 ل 80% من المرضى، يعني الشكل الأشيع. نعم. شكل الأشياء بيجي على شكل هجمات وهجوع. يعني مثلا مريض ما فيه شيء ولا سوابق مرضية، لا داء سكري ولا ضغط، فاق الصباح أو المساء شاف أنه عم يلاحظ أنه في مثلا غباشة على عينه بشكل تدريجي. تماما. ميزته أنه ما بتجي شكل فجأة مثل الجلطات الدماغية، تجي بشكل ساعات، خلال ساعات وأيام، لحتى تكتمل العملية الالتهابية وتخرب الغمد الميالين اللي قلنا أنه أساس المرض، آلية المرضية له. بصير عنده مثلا فقد رؤية أو تدني بالقدرة البصرية عند هذا المريض، تدريجي ساعات لأيام. هاي أحد العلامات، يعني هاي إحدى العلامات والأشكال خلينا نقول الأعراض اللي بتظهر على المريض. طبعا هذا المرض معروف طبيا باسم أنه هذا المرض إحدى معايير تشخيصه هو التبعثر في الزمان والمكان. المكان بيصيب أي جزء من الجهاز العصبي المركزي. لما بينصاب المخيخ بيصير عند المريض اضطراب توازن، دوخة، إقياءات شديدة. تماما. إذا صاب العصب البصري بصير عنده تدني بالقدرة البصرية. إذا صار مثلا الجملة الحركية، مثلا الخلايا المسؤولة عن الحركة، بصير عند المريض ضعف. إذا نعم بالأطراف. إذا مثلا انصاب النخاع الشوكي بصير عنده حسب، إذا نخاع رقبي مثلا شلل رباعي، أو إذا يعني الظهري والأسفل بصير عندنا ضعف طرفين سفلين. أحيانا بيصير عندنا خدر. أحيانا المريض بصير عنده يعني صعوبة بالبلع، صعوبة بالكلام. بصير عند المريض نوع من الشفعة. المريض بيجي على العيادة يقول أنا عم أشوف الصورة صورتين. فالأعراض عديدة حسب مكان الأذية، حسب وين الخلايا المناعية هاجمت. بس بالأغلب يعني الأشكال الشائعة في عنا نسميه التهاب العصب البصري. أغلبية المرضى فهاي بتكون المقدمة إلها أنه تدني القدرة البصرية. إذا سمحت لي أستاذ عماد، التصلب اللويحي فيه ميزة أنه بينصاب أعمار الشباب للأسف. طبعا بين أعمار 20 لل40 45 سنة. هذا نحن ما نحكي عن الأشكال الشائعة. تماما. طبعا ممكن أي عمر ينصاب، لكن بشكل شائع الأغلبية بين 20 وال40 45. نعم. الأعمار الكبيرة 60 وفوق مثلا بنعد للألف لحتى نقول إنه هذا تصلب لويحي، عكس الجلطات أقل. نعم أقل. يعني هدول الإحصائيات تسجلت بالكتب، يعني هدول ذكرت سابقا يعني. نعم. معروف إنه بأعمار الشباب، هي مرض أعمار الشباب.
وممكن يعني ينصابوا بأقل فئات نعم عمرية ممكن أقل. نعم أعداد قليلة. 10 يعني ممكن بينصاب حتى المراهقين مثلا ممكن. 10 سنوات لل20. نعم أطفال الصغار كمان النسبة نادرة جدا. نادرة جدا. يعني لما نشوف صغير أقل من 5 سنوات أو 6 سنوات فوق 50 سنة يعني بنعد لل1000 لنقول حتى هذا أنه مرض تصلب الويحي. نعم. يعني هذا مرض شباب. تماما. مرض شباب. نعم. كتير. رح نذكر مستمعينا للي عم يسمعونا، انتم هلا عم تسمعوا برنامج صحتك بدنيا. ضيفنا بالاستديو دكتور هاني فرحان موسى، اختصاصي بالامراض العصبيه. عم نحكي اليوم عن التصلب اللويحي. اذا سمعانين فيه يا ترى شو هو، شو الاعراض اللي عم يعني تظهر على مريض المصاب، وكتير هيك من المحاور رح نناقشها ونحن وصلنا لهالنقطه هاي. دكتور، دائما باي مرض ما يعني شارة الاستفهام يا ترى السبب شو هو وعوامل الخطورة ممكن لشو تؤدي. نعم. هلا بالتصلب الويحي مثل ما قلنا سابقا سبب محدد ما في. لهاي اللحظة اللي نحن عم نحضر البرنامج ما في سبب محدد. ما في. ليش عم يصير تفعيل الجهاز المناعي وبيهاجم الغمد الميالين اللي حكينا عنه؟ ما في سبب معين، لكن هناك عوامل خطورة. عوامل خطورة يعني أشياء عوامل خطورة يعني يلاحظوا بالدراسات والإحصائيات اللي عنده نقص فيتامين د. اللي عنده نقص فيتامين د بصير نسبة الإصابة فيها أكثر. مؤهبة يعني. عوامل خطر. عامل خطر. التدخين عامل خطر. داء السكري عامل خطر. نعم. البدينين عامل خطورة. اللي عندهم في أمراض مزمنة مثلا. أمراض مزمنة مو مذكور يعني. داء السكري مذكور. نعم. مريض قصور كلوي مو عامل خطر. لا مو ما يندرج تحت عامل خطر طبعا. نعم. هاي يعني عوامل الخطورة. وطبعا مشان المتابعين ما يخافوا كل طبعا لأنه هلا نقص فيتامين د شائع. صح. مو كل مريض عنده نقص فيتامين د. برات البلد. أيوة يعني. تمام. وفعلا هذا مرض البلاد المبتعدة عن خط الاستواء، لأنه ما في شمس فبتقل يعني الفيتامين د عندهم. طبعا مو أي شخص عنده نقص فيتامين د معناته ينصاب. نحن عم نذكر إنه عوامل خطورة كعوامل خطورة. يعني هاي أشياء عوامل خطورة اللي لهلا شايفينها عند مرضى التصلب الويحي. دكتور، هالمرض هذا له مضاعفات، وهالمضاعفات لشو ممكن تؤدي؟ تمام. إذا المريض ما تعالج أهمل حاله. تمام. يعني تمام. هلا في شغله خليني لانه التصلب الويحي مثل ما قلت صار شائع. مو شائع عفوا، بس صار اسم دارج. صح. بالمجتمع تصلب الويحي او تصلب متعدد. صح. نفس الاسم. نعم. خليني اقول انه التصلب الويحي ما انه مرض هو مرض خطير. مو انه مو خطير، لكن مو مرض معيق للحياة الاجتماعية او مميت مثلا. او مميت. نعم. النسبة الأكبر خلينا نقول تقريبا 70 ل 80% من المرضى، النسبة الأكبر يعيشوا حياة طبيعية مثل أي شخص طبيعي بدون إعاقات شديدة. تمام. لأنه قلنا النسبة الكبيرة بتجي بشكل هجمات وهجوع. الهجمة يعني بتستمر تقريبا من 24 ساعة لشهر. بعد هالمريض شوي شوي عم يتحسن وبيرجع لحياته الطبيعية مع بقاء شوية عقابيل. نعم. يعني المريض ما عاد شاف بعد فترة من الزمن، يعني شهر شهرين 3 حد الأقصى 6 شهور بيستعيد قدرته البصرية مع بقاء شوية عقابيل. فمشان يعني ما ياخذوا فكرة يعني إذا عندهم حدا مريض تصلب الويحي هو ما نو مرض إعاقة. النسبة الأكبر عم بحكي تماما تجي هجمات هجوع. في بعض المرضى يعني بيعيشوا حياة طبيعية بدون إعاقات شديدة عم نحكي. صح. في الأشكال القليلة اللي تضل مثلا من 15 ل 20% من العالم المرضى بصراحة شدة المرض يعني تكون يعني شديدة نوعا ما مع تترك إعاقات شديدة. هاي النسبة المعيقة بصراحة. إعاقات حركية دكتور؟ إعاقات ولا مثل كلامية؟ ما قلنا أستاذ عماد وين صارت في أذية. عصب البصري حسب الباحة حسب نعم حسب المنطقة اللي تأذت بصير عنده فقدان رؤية.
صار بالمشكلة بالمخيخ، يعني الأذية بالمخيخ، اضطراب توازن، يعني مشيته تكون مضطربة، رحيقة على الأرض، نعم، يصير عنده دوار دوخة. إذا صار مثلا الباحة المحركة مثلا، صح، يصير عندنا ضعف عضلي. فهاي الإعاقات طبعا المريض بس صار مقعد رح يصير عنده اختلاطات. إذا صار مقعد كامل يعني ما عاد كان الحالة النفسية كمان. نعم، الحالة النفسية أغلبية مرضى التصلب اللويحي لما ما بيفهموا يعني طبيعة المرض، سير المرضي، بفوتوا باكتئاب، العائلة بتفوت باكتئاب، تصلب لويحي وكأنه هذا ورم، نسبة البقية 6 شهور رح يتوفى المريض. لا، تصلب لويحي مو هيك، مو هيك. تمام، النسبة الأكبر عم بحكي، لكن في نسب صغيرة 15-20% يعني بصراحة تترك عقابيل شديدة. المريض بيصير مقعد عاجز عن الحركة. وطبعا المريض المقعد أول شيء بيصير عنده يعني مرض نفسي، اكتئاب شديد، يصير مثلا قرحات اضطجاعية وإنتانات، وإذا مثلا صار جهاز يعني بيصير عنده انعسر بلع يعني صعوبة بالكلام. فهاي العقابيل من جنس وين انصابت المنطقة حسب تماما. لكن انذاره ما سيء، يعني ما مثل النزيف الدماغي، ما لا ابدا. انذاره برجع بقول النسبة الأكبر يعني لأنه ممكن هلا أنا راح قولوا والله أنا مريضنا ليك وعاجز، ما عم يمشي. لا، نحن عم نحكي النسبة الأكبر بيعيشوا حياة طبيعية بالعموميات، بيشتغلوا، يتزوجوا، ينجبوا أولاد، أبدا حياة طبيعية. حلو. هي تجي بشكل هجمات. الهجمات ايمت رح تجي ما حدا بيعرف. تمام. كل سنتين، كل سنة. أي مريض ممكن ينصاب ما حد بيعرف يعني. كمان ما حدا بيعرف. تمام. أبدا. أكيد. نتمنى السلامة لجميع مستمعينا. اليوم هيك اخترنا هالموضوع هذا لأنه بصراحة بالساحة الإعلامية والساحة الطبية يعني كتير قليل يتطرقوا لهالموضوع هذا، ومثل ما ذكرت انه ما انه شائع ولكن صار متداول. نعم. يعني هالاسم هذا هيك حبينا نسلط الضوء على هالموضوع هذا، وعبر منبر بوير وبمعلومات الدكتور هاني موسى اختصاصي بالامراض العصبيه. هلا هو باستوديو بوير بشكل مباشر عم ندي على المعلومات القيمه. مستمعينا اذا حابين تنضموا لنا ما تترددوا، شيلوا السماعه وتصلوا فينا 429 101 او عبر الواتساب 093 82 80 81 4 او على صفحة الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. عبر كومنت رح نجاوب على أسئلتكم. دكتور، كأطباء أمراض عصبية كيف بتشخصوا هلا مثل هالمرض هذا؟ قد يأتي يعني مشخص نوعا ما، يعني بالفحص السريري الأمور بتكون، ولكن يعني أكيد في إجراءات تانية يعني بتساعدكم للبت بتشخيص الأدق. يعني أنتوا شو بتتبعوا الخطة تمام؟ هلا طبعا اي مرض سواء مرض عصبي او هضمي او صدري دائما شكوى المريض، شو جاي مريض، شو شكوتك. تمام. بعدها بننتقل على الفحص السريري، على السوابق المرضية دائما. ليش قلنا مثلا اعمار الشباب؟ اجا الشاب مثلا تدني قدرة بصرية، بصراحة نفكر تصلب، نفكر ضمن مريض محول من طبيب آخر مثلا. ممكن. نعم. ممكن. طبيب ممكن عينية مثلا. نعم. صار عنده خدر بإيده اليمين واليسار. طبعا مو أي مريض كمان، لأنه حالات شائعة بيجوا مرضى المزعوجين من الأهل أو من أي بصير عندنا خدر، هذا تصلب لويحي. لا، قلنا أنه في معايير تشخيص محددة. نعم. لنحدد هذا تصلب لويحي ولا احتشاء ولا ورم ولا ما في شيء مثلا اضطراب تحويلي خلينا نقول. تماما. نعم. فحص السريري، شكوى المريض، طبعا في معايير تشخيصية محددة. بعدها بنطلب استقصاء. طبعا الاستقصاء المفضل هو مرنان الدماغ زائد النخاع الشوكي بس فقط. نعم. تحاليل طبعا تحاليل هي تحاليل. نعم أكيد. هلا بأي مرض مو فقط عصبية، في عنا تشاخيص تفريقية. تماما. يعني ما بيتشخص المرض والله عندي خدر صورته رنين طلعت كم بقعة بيضاء مثلا نقول هذا تصلب لويحي. لا، بالاستبعاد تحاليل عامة بنبحث عن مثلا عنده مثلا تعاطي، قصة تعاطي باعتبار هلا منتشرة مثلا عندك داء السكري. يعني. نعم. نعم.
ممكن يطلع معنا ورم، ممكن يكون احتشاء، فدائما بالاستبعاد. مع يعني مع التصلب لا، احتشاء كمان ممكن يعني. ممكن الأعراض ومو أعراض للتصلب اللويحي. تمام. لكن الاستقصاء المفضل والمشخص هو المرنان. نعم. طبعا المرنان بنلاحظ في مظهر معين للآفات. التصلب هو يعني التنكسات تطلع على شكل لويحات بيضاء بأماكن محددة، زائد نربط مع الأعراض السريرية، وأحيانا نحتاج لتحاليل مثلا البذل القطني لاستبعاد الأمراض المناعية الأخرى، لأنه ممكن هذا المرض بيجي في سياق مرض مناعي، ذؤبة الحمامية مثلا، داه بأجت، ممكن حتى أحيانا في سياق خباسات حتى وارد يعني. فلما نحط تشخيص تصلب لويحي نوسع شوية الاستقصاءات. هاي مطلوبة يعني. نعم، هاي المطلوبة تماما. دكتور، العلاج هلا من شوي حكيتوا انه والله يعني بيتعالج المريض وكذا ما في عليه. نعم. العلاج كيف بيكون؟ العلاج باعتبار طبعا هناك علاج دوائي وهناك علاج عرضي متم يعني حسب اعراض المريض. في عنا قلنا التصلب اللويحي الشكل الشائع منه بتجي بشكل هجمات هجوع. اثناء الهجمة طبعا المريض بيراجعك سواء بالاسعاف او بالعيادة. علاج الهجمة هو الستيرويد، فلاكونات من الستيرويد، يعني نسميه تجاريا سولميدرول، علميا ميتيل برينيزولون، 3 ل 5 أيام مثلا نعطي للمريض. بالأغلب بيتحسن المريض. نعم. ستيرويد قشري أو نعم قشري. فإذا ما تحسن مثلا أحيانا نسوي له جلسات فصادة مثلا. نعم. لكن أغلبيتهم بيتحسنوا على الستيرويد. هاي علاج الهجمة. هناك العلاج اللي نسميها علاجات معدلة للمرض. ليش؟ لأنه قلنا هذا مرض مزمن، راح تجي بشكل هجمات وهجوع، مشان مثلا نخفف الهجمات وبالتالي نخفف العقابيل. أكيد. فهي علاجات معدلة عبارة عن أدوية مثبطة للمناعة. طبعا الأشكال الصيدلانية منها هلا الشائعة هون بسوريا إبر حقن نسميها انترفيرون، مثبطات مناعية. نعم. في عنا حبوب فموية. نعم. وفي عنا عبارة عن أدوية وريدية تنصرف عن طريق الوريد. طبعا أيهما نختار مثلا حسب حالة المريض إذا أعراضه خفيفة مثلا هجماته قليلة بالسنتين 3 ما بتجي هجمة أموره كويسة، نكتفي بالأخف مثلا، والأخف من حيث التأثيرات الجانبية. مريض هجماته تجي قوية وكتيرة يعني قريبة من بعضها، فنبلش بدواء شوي أقوى، وهكذا. يعني كل مريض له طبخته مثل ما تماما، تناسب طردي مع حسب شدة الهجمة وحالة المريض. طبعا مساوئ العلاج هي التأثيرات الجانبية للأدوية بصراحة. طبعا باعتبار هي أدوية مثبطة للمناعة، فممكن مثلا يتفاعل عنا السل مثلا، فيروس الهربس، المريض يكون نوع ما مضعف مناعيا. صح. نعم. بيأثر على يعني الكبد، في أدوية بتأثر على البصر. نعم. في أدوية بتأثر على الكلية، في أدوية بتأثر على القلب، على وظائف الأجهزة. نعم. فالمساوئ بالتأثيرات الجانبية. لكن هون ممكن بعض المرضى بيقولوا طالما في تأثيرات جانبية ما رح ناخذ دواء. أي دواء له تأثير جانبي مؤكد. نحن دائما أستاذ إيمان شو بنسوي؟ نقارن بين مساوئ الدواء وفوائده. أكيد. نسبة التأثيرات الجانبية ممكن ما تتجاوز 0.1% مثلا، لكن فعاليته 70-60%. بنختار الفعالية مع مراقبات. تماما. نعم. هاي هي حلو كتير. دكتور ذكرت ضمن سياق حديثك قبل ما ننتقل للمحور الأخير اللي هو التوصيات، أنه هل الحالة يعني ترجع مثلا إذا المريض انشفى منه بشكل تام أو إلى حد ما، ممكن أنه هالمريض هذا مؤهب لسنة تانية أو بعد كذا سنة يرجع له هالحالة؟ نعم. هلا هذا بين قوسين مرض مزمن ومرض مترقي. في
قابل يعني انه نعم تجي طور. هجمات. يعني مريض ممكن اجته هجمة مثلا ب2000 عام 2000 نعم ممكن تغيب عنه الهجمة ما عاد تجي له بعد 5 سنوات 10 ممكن. سنوات. ممكن. لكن شفاء تام من المرض ما في. ما في. الأدوية هدول أدوية معدلة بتعدل المرض، بتخفف العملية الالتهابية، تخفف مناعة الجسم لحتى أنه تخف شدة الهجمات وتكرارها، تمام. وبالتالي العقابيل المرض. بس انه يشفى المريض شفاء تام ما بنعرف. ممكن ل10 سنوات ما بتجي الهجمة، وممكن ما تجي ممكن بعد 10 سنوات تجي الهجمة. فهذا مرض حتى الآن مثل ما قلت الغير معروف السبب. ايمتى ترجع الهجمة ما بعرف. حتى لو يسألني مريض رح أقول له ما بعرف، بعد سنة بعد سنتين ما بعرف. أنا نعطي علاج، نعم، علاجات معدلة بتخفف شدة الهجمات وتكرارها. وهل هو شفاء؟ مثل ما قلت ما في شفاء تام صراحة من هالمرض، ما في شفاء تام. ولكن يعني الشيء انه ما في شيء بيخوف، يعني ما انه مرض مميت. نعم بترجع قلنا 70 ل 80% بيعيشوا حياة طبيعية. يعني الأعمار بيد الله. أكيد طبعا. الأعمار بيد الله. النسبة الكبيرة في الأشكال الثانية المترقية بسرعة، في أشكال خبيثة بصراحة. نعم. هدول النسبة القليلة يعني بيصلوا لمرحلة العجز والوفيات بسرعة أقل. ممكن. تماما. دكتور، نحن دائما عبر المنبر بوير وبنهاية الحلقة بنوجه نصائح وتوصيات من الطبيب الضيف، فعبر منبر بوير وبتوصياتكم ونصائحكم لمرضى العصبية بشكل عام أو كل ما يخص مرضنا اليوم، إذا حابين تنصحوا مستمعينا. نعم. هلا بالنسبة خلينا نحكي عن أمراض العصبية. أعراض العصبية الحمد لله يعني أغلبية الناس صارت نوعا ما نوع من التثقيف لديها. صار عم يسمعوا بالأمراض. لكن هون في شغلة، هلا حكينا أنه صار في خدر بالإيد والرجل. صح. مو شرط عندك تصلب لويحي. تمام. نعم. الطبيب هو اللي بيقرر هذا تصلب لويحي ولا لا، ولا عبارة عن توجهه مثلا لشو. نعم. الطبيب يقرر. مو المريض مثلا بيفوت على صفحات الفيسبوك هذا تصلب لويحي نفس أعراضي، والله معي تصلب لويحي رح أموت. لا، هاي الشغلة الثانية مرضى التصلب اللويحي مثل ما قلنا وذكرنا بالبداية ما انه هالمرض المرض اللي الناس بيفتكروه والله بعد 2 سنين رح يموت وخلاص إعاقة، لا يتزوج لا بيشتغل خليه يقعد بالبيت. لا، النسبة الكبيرة بعيشوا حياة طبيعية، بعيشوا حياة طبيعية، فيهم يشتغلوا، فيهم يعملوا أي شيء. تمام. التوصيات في حال ظهور يعني أعراض عصبية يعني يفضل يعني مراجعة إسعاف أو أي عيادة طبيعي. عصبية بالسرعة يعني أسرع السرعة ممكنة. نعم، لحتى ما يضيع التشخيص ولا تسوء حالة المريض. نعم. تماما. بنهاية اللقاء هذا ألف شكر لكم دكتور هاني فرحان موسى، اختصاصي بالأمراض العصبية. شكرا لكم على هالمعلومات القيمة والاستضافة الجميلة. شكرا لك وشكرا للمستمعين الكرام. مستمعينا، بهيك وصلنا لنهاية الحلقة، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم ضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.